عايز تنجح بأقل مجهود؟ بسيطة، استغل الأغبياء. اللي هقوله في الفيديو ده ممكن يغير تفكيرك أو يخليك تشتمني في الكومنتات، بس في الحالتين هتفكر. أنا علاء عبد العاطي، وده مش محتوى سهل الهضم. لازم تفهم إن العالم ده مش مصمم للناس اللي بتطحن طول اليوم وتموت نفسها في الشغل. العالم ده مصمم للناس اللي بتفكر أذكى وبتستغل مواردها صح. وأيوه، جزء من الموارد الكتير اللي تقدر تستغلها هو الأغبياء اللي بيشتغلوا مكانك. خليني أوضح، النجاح مش إنك تصحى الساعة 5 الفجر وتكتب في أجندة الأهداف وتتحمس وتعمل جلسات تأمل على السطوح. النجاح مش إنك تشقى بإيدك في كل حاجة. النجاح معناه إنك تستخدم أذكى طريقة بأقل مجهود. يعني إيه؟ يعني بدل ما تعتمد على مجهودك بس، استخدم أدوات، استخدم علاقات، استخدم مهارات ترفعك لفوق بأقل جهد. تعال أديك أمثلة واقعية. بتشتغل في التسويق، استخدم الذكاء الاصطناعي في كتابة المحتوى بدل ما تضيع ساعات. عايز تتعلم حاجة جديدة، خد كورس مركز بدل ما تتفرج على 500 فيديو ملوش لازمة. عايز فلوس أكتر، ما تشتغلش شغلانتين وتتهلك. استثمر وقتك في حاجة تديك عائد متكرر بدون مجهود إضافي. عايز تبني بيزنس، ما تعملش كل حاجة بإيدك. شغل فريلانسرات، استثمر في أدوات، أو ببساطة وظف حد ويشيل عنك الهم، وفكر أنت في الأهم. أيوة، الحياة مش عادلة. في ناس هتشتغل وتموت نفسها علشان ناس تانية تستغلهم وتكسب أكتر منهم. والذكي اللي يقرر يكون فين في المعادلة. دي الشطارة، مش إنك تشتغل أكتر. الشطارة إنك تشتغل أذكى. لو لسه بتقيس النجاح بعدد ساعات الشقة، يبقى لسه ما فهمتش اللعبة. في ناس بتكسب من أفكارهم، وناس بتكسب من مجهود الأغبياء اللي حواليهم. أنت فين من الاتنين؟ قولي في الكومنتات إيه أكتر حاجة بتعملها لسه بالطريقة الغلط، وما تنساش تعمل لايك وفولو.